أهلا بك معي في قناة فضاء خاص. في هذا الفيديو سأخبرك ببعض الأمور أو بعض الأشياء التي يلاحظها الرجل في المرأة لأول مرة يلتقي بها. عندما يلتقي الرجل بالمرأة يكون من الأمور الأولى التي تلفت انتباهه ملامح وجهها. إن وجه المرأة يعكس جمالها وشخصيتها، ويكون مصدرا رئيسيا للتواصل الغير اللفظي. الوقفة الرشيقة تعتبر من بين العناصر الجذابة أيضا التي تؤثر انتباه الرجل وتترك انطباعا قويا في ذاكرته. الوقفة الرشيقة تظهر جمال المرأة وأنوثتها. عزيزتي، بصفة عامة الوقوف بثقة والاهتمام بمظهر الجسم يكونا عنصرين مميزين للجاذبية. تلك الوقفة الرشيقة تعكس للرجل مستوى عال من الثقة بالنفس والعناية الشخصية، مما يجعلها لا تنسى بسهولة في عقله وقلبه. يلاحظ الرجل في المرأة ابتسامتها وبياض أسنانها. هذه الأشياء تلعبان دورا كبيرا في جعلها جاذبة بشكل لا يقاوم. يعتبر بياض الأسنان علامة على الصحة والعناية الشخصية، وتضيف للابتسامة جاذبية أكثر. يمكن للرجل أن يكتشف مدى مرح المرأة من خلال ابتسامتها، حيث أن الابتسامة الصديقة والمفرحة تعكس شخصية المرأة السعيدة وتزيد من سحرها وجاذبيتها أكثر وأكثر. العيون الواسعة تعد واحدا من السمات الجميلة التي يلاحظها الرجل في المرأة، وتعتبر جزءا أساسيا من معايير الجمال التي يستخدمها الرجال لتقييم جمال النساء. العيون الواسعة تضيف للوجه سحرا وجاذبية خاصة، وتجعل التعبيرات العاطفية تظهر بوضوح. إن قوام العيون وحجمها وجاذبيتها تلعبان دورا كبيرا في جذب الانتباه وإشعال الإعجاب والحب. ولهذا السبب فإن الرجال يميلون إلى الاهتمام بجمال العيون عند التقييم الشخصي للمرأة. وأيضا الحس الفكاهي وخفة الدم من الصفات التي يلاحظها الرجل في المرأة في اللقاء الأول. إن القدرة على الضحك والتفكير الإيجابي تعكس شخصية مفرحة ومفرحة جدا. هذا يكون جذابا بشكل كبير إذ كانت المرأة تملك حس فكاهي جيد وتستطيع إضفاء جو من المرح على اللقاء، فإن ذلك يمكن أن يجذب الرجل إليها ويجعل اللقاء أكثر متعة وتكون ذكرى جيدة. الرائحة لها دور كبير في جذب الرجال إلى النساء. الرجال يشعر بجاذبية كبيرة نحو الرائحة النسائية التي يتركها النساء خلفهم، سواء كانت ذلك من خلال استخدام العطور أو من خلال روائح مستحضرات التجميل أو حتى الرائحة الطبيعية للجسم أو الشعر. الرائحة تلعب دورا هاما في تكوين الجاذبية الجسدية والجمال. هذه يا عزيزتي بعض الأشياء التي يلاحظها الرجل في المرأة لأول مرة.